بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع تاع اليوم، هذه الممثلة اللي راهي في الصورة مثلت في واحد المسلسل مصري في رمضان، مسلسل جعفر العمدة. مثلت على أنها زوجة من زوجاته الأربعة، وهي المفضلة والقريبة على قلبه، وهي المفضلة فيهم، هي المخيرة في الزوجات تاوعو. ولكن تبين في الأخير أنها هي سبب تعاسة تاع الأسرة الكل. الموضوع اللي راح نتحدث فيه هو اليوم أنه كاين ياسر أنواع من هذه الشخصية اللي برزت في هذا المسلسل. هو أنه كاين ناس حوالينا وعايشين معانا، بصح ما نعرفوش الداخلية نتاعهم، ما نعرفوش، ما نقدروش نعرفوا النفوس نتاعهم، لأن ربي سبحانه أعطانا هذا الجدار اللي هو الجسم هذا، لو وخبى النفوس تاع البشرية كل في هذا الإطار. آه، يعني سبحان الله هو اللي يعرف ما في داخليتنا، هو اللي يعرف اش كاين في القلوب تاع البشر اللي حوالينا. ولكن يعني الحذر مطلوب، لأنه كاين ناس من هذه النوعية اللي راهي كيما اللي راهي في الشخصية تاع المسلسل. كاين ناس ربي سبحانه يعطيها وجه ملائكي، ولكن وراء هذا القناع وهذا الوجه يعني الشر، ووجه أبشع مما يكون. كاين ناس عندها لسان رطب معاك، وتدي وتجيب معاك، وتعطيك في اللسان العسل اللي يخليك أنه روحك ترتاح لهم ونفسك تطيب تطيب لهم. ولكن هم في الحقيقة هم سبب التعاسة نتاعك، هم سبب الضر نتاعك، هو سبب الشقاء في الدنيا هذه. يعني كاين ناس صح الشر، ودائما يحاولوا انهم دائما يشوفوك تعيس وما يشوفوكش مرتاح وفرحان، ويدخلوا لك بالطريقة هذه، يدخلوا لك بطريقة الحب، بطريقة الود، بطريقة اللسان الرطب. وعندهم أسلحة ياسر يدخلوا لك بها، اللي يخليوا يتلاعبوا يتلاعبوا بيك ولا بينا بطريقة يعني ذكية، وبطريقة يعني مخادعة. يعني قليل اللي ينتبه، وما كانش أصلا ساعات اللي تقدري تكتشفيهم غير بقدرة ربي سبحانه. على بها كاين واحد الدعاء لازم دائما الواحد في صلاته، دائما واحد يدعو ويقول اللهم اكشف لي صديق في اكشف لي عدوي في ثيابي صديق. اللهم اكشف لنا، لا اكشف لي عدوي في ثيابي صديق. لخاطر كاين ساعات ناس يجوك على اساس انه صديق، ولكنه اكبر عدو هو انه ما يخليكش تنجح، ما يخليكش دايما القدام، ما يخليكش سعيد، ما يخليكش مرتاح، لا مع زوجك ولا مع اولادك ولا حتى مع المحيطين بك، لانه هو سبب كل بلاء وابتلاء. وانت ما على بالكش، ممكن حتى انت تبكي يجي يبكي معاك، تحزن يحزن معاك، ما يشتيكش يشوفك فرحان ولا متقدم. لازم تكون لازم يكون هو الأفضل وهو القدام، ولا راكم كيف كيف. بصح انك انت تفوتوا بحاجة مستحيل. هذه الشخصية كي عادت هي ما تجيبش، ما خلاتش اللي معاها يجيبوا. يعني ما تظناش، يعني كما نقولوا ما تجيبش، ما تظناش، يعني ما تنجبش الأولاد. سبب التعاسة نتاعها خلت اللي حواليها كل تعساء بنفس السبب اللي هي يعني متعوسة منه. كاين ناس ما هيش سعيدة، ما تحبش الناس كل يكونوا سعداء، ما هيش فرحانة وما هيش مرتاحة، ما تخليش العباد اللي حواليها كل مرتاحين.